السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وفيديو جديد، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. أعاد علينا الأيام يا رب بالخير واليمن والبركات علينا كلنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يلا نشوف روتيننا النهارده ويومنا عملنا ايه. امبارح نزلت لكم روتين بس ما نزلتش فيه الأكل، قلت النهارده بقى انزل لكم انا عملت أكل ايه. طبعا عشان ما نشغلش فظبطت حاجة أكل الأول، تبلت كده فراخ مشوية وطلعت لبن، هنعمل رز معمر ونعمل سلطه. طبعا عندنا ضغط وكده، فقلت الاكله السهله السريعه اللي هو شويه الرز المعمر هيخشوا الفرن مع الفراخ المشويه، والاكله هتخلص الاتنين مع بعض، الفراخ المشويه مع الرز المعمر. فما يكون عندك روتين حاولي تختاري الاكلات السهله اللي ما تاخدش منك وقت. تبلت الفراخ قبلها بوقت وسبتها مع نفسها متبله، والفراخ كانت جميله جدا. تتبيله الفراخ المشويه انا عملتها معاكم كتير. فانا دلوقتي كده ظبطت المطبخ وفطرنا الحمد لله، يا رب يديم علينا نعمته. وهنبدأ بقى فرتنا في اليوم الجديد. طبعا ده اللي احنا كنا عاملينه امبارح، غسلنا المشايات وكنا غاسلين غسيل. فطبعا هنخلص اللي احنا عملناه قبل ما نبدأ فورتين جديد. خلصي اللي عليكي، او مثلا لو عندك غسيل عايز يتطبق في الدولاب طبقيه وحطيه، عشان لما تنشغلي في اليوم اللي هتعملي فيه الروتين ما يكونش وراكي حاجه. الاوضه دي عملناها امبارح وغسلنا كل حاجه فيها، وما شاء الله زي الفل، وريحتها بسم الله ما شاء الله. فعلا شويه ميه وصابون زي ما بيقولوا الدنيا بتروق وبتبقى زي الفل. لمينا المشايات وغسلنا كمان شنط المدارس. هنخش كمان نلم الغسيل وناخده بقى على الاوضه اللي فيها الدولاب، اللي هي اصلا فيها روتين النهارده. الاوضه اللي هناك هي ما فيهاش حاجات كتير، بس فعلا البلكونه هي اللي هيكون فيها مجهود كبير جدا. اول حاجه طبعا هنغسل بقى الستاير، وهنغسل برضو المروحه. هفتح بقى البلكونه، هنطبق الغسيل، وكمان برضو التسريحه هلمها. وابني كان حاطط لعبه كمان عليها، بس طبعا مش هفرش، يعني اللي انا هغسله مش هفرشه. انا هبدأ اصفي غسيل زي الاوضه اللي هناك. وهنيجي بقى ايه يوم الفرش ده هيبقى فيديو لوحده. بدأت طبعا اشيل بقى الدفايات دي. طبعا في غسيل كتير، فاللي هتنجز معايا في الغسيل الغسالة اللي هي النص ام حدين دي. لما بيكون عندي روتين وبيكون عندي غسيل هي بصراحة اللي بتسد معايا. هنزل بقى الستاير عشان برضو هننضف البلكونة. البلكونة فعلا حرفيا متبهدلة بسبب العصافير. وان انا فعلا بقالي فترة كنت مهملة كل حاجة. انا لما باجي اعمل روتين عميق بحس ان انا بهمل الشقة فترة، مش فترة كبيرة يعني، اسبوعين كده بالكتير، 10 ايام اسبوعين. بس ممكن ان انا اهمل الشقة عشان لما اجي اعمل الروتين بتاعي احس ان الشقة بتنضف معايا، واحس بنظافة الشقة. دخلنا طبعا على البلكونه زي ما انا قلت لكم، العصافير مبهدلاها، والعصافير بقى عايزه نظافه كامله. يعني القفصه بتاعه العصافير عايزه نظافه كامله. فقلت بالمره بقى مادام هننضف البلكونه يبقى نعمل روتين بقى للعصافير بالمره، ان احنا ننضف قفصه العصافير ونشيل اطباق الاكل اللي احنا بنحط فيهم لهم الخضره اللي هي الجزر والخيار. بدأت ان انا اشيل بقى الادراج بتاعه الاقفاص دي وانزلها. طبعا بقالها فتره متنضفتش فكانت متبهدله جدا. فهي البلكونه فعلا خدت مني وقت، فبدات ان انا انضف كده الادراج. وبدات بقى انضف مكان اكل العصافير واعمل كل حاجه في البلكونه. هنكنس البلكونه، هننضف الشيش، هننضف الازاز، هنعمل كل حاجه. نزلنا الستاير، وكمان شلت المفارش اللي على التسريحه ولمعتها. وهنغسل بقى ده كله. غسلناهم طبعا بقى. انا بحب بقى لما اجي افرشهم بفرشهم هم مندين كده وفيهم ريحه المسحوق، ان هي فعلا بتفرق معايا جدا. نضفنا البلكونه ونضفت الكرسي اللي احنا حاطاه في البلكونه كده لو حد حب يخش يقعد شويه. ونضفت كمان قفصه العصافير وخليتها زي الفل. الغسيل اللي احنا غسلناه نشرناه. ظبطت البلكونه وظبطت كل حاجه. وهنخش تاني على الاوضه جوه، هنعلق بقى الستاير. والكسوه بتاعت المرتبه دي انا كنت غسلاها وشايلاها في الدولاب فهي نظيفه. هبدا ان انا البسها تاني للمرتبه. وكمان نشرنا الناحيه التانية. والمشايتين اللي هم بتحطوا جنب السرير دول غسلتهم، يعني كان اي حاجه بقدر اعملها وانجزها في مهام اليوم اللي انا هقدر اعمله فيه كنت بعملها. بدأت كده ان انا نشرت على البلكونتين. وهبدأ دلوقتي بقى ان انا اعلق الستاير بتاعتي واركب الكسوة او الحافظة بتاعت المرتبة. غسلنا المروحة ولمعنا الكومودينات، نظفنا البلكونة. كل حاجة تتخيلوها عايزة تتعمل فعلا عملتها. المكان اللي بخشه بعمله زي ما انا قلتلك، عشان تعملي روتين عميق وتكوني مرتاحة. سهليها على نفسك.
اعملي لنفسك مهام يوميه، قولي انا النهارده هعمل كذا. وفعلا لما بتكوني عامله لنفسك جدول هتعملي ايه الدنيا بتهون، وكمان بتبقى عامله الحاجه بنظافه. يعني ما تعمليش حاجتين في يوم واحد، اكيد هتهملي حاجه فيهم، انما لما تعملي حاجه في يوم واحد هتديها كل طاقتك. الحمد لله خلصنا الروتين بتاعي وتمام. الفراخ بتاعتي متبله وحلوه وريحتها كانت جميله. هبدأ دلوقتي بقى ان انا اشغل الفرن، وهدخل بقى الفراخ بتاعتي على بال ما اعمل صينيه المعمر. زي ما انا قلتلكوا سهلي على نفسك الاكل، وحاولي دايما ان الاكل اللي هتعمليه في يوم روتين يكون اكل سهل وبسيط، يعني ما ياخدش منك حاجه. وفعلا الاكل ما خدش مني حاجه لسبب ان كله كان بيدخل في الفرن. دلوقتي بقى طبعا انا غسلت الرز بتاعي، هصفيه، غسلته كويس ونقيته، هصفيه بقى دلوقتي. واللبن معايا اهو. هنبدأ بقى ان احنا ننزل باللبن على الرز المعمر. اول حاجة طبعا هنزل كده في حدود معلقة صغيرة ونص ملح، وهنزل بنص معلقة سكر عشان المعادلة وعشان الرز يبقى طعمه حلو او يعالج الحموضة يعني بتاعة الرز. بعد كده هجيب كده في حدود معلقتين سمنة كبار، هي دي كانت معلقة كبيرة قوي فهي في حدود معلقتين سمنة. وبعد كده هدعك الرز بالسمنة بالسكر بالملح اللي احنا حطيناه. ده في حدود كيلو الا ربع رز. هحط عليه كيلو لبن، وكان في عندي شوية كمان حطيتهم عشان احنا بنحبه يعني مستوي ويبقى طعمه حلو كده. فلفلت كده الرز في السمنة وال وال الملح والسكر. ولو عندك علبة زبادي برضو من الاول ممكن تفلفلي فيها الرز مع السمنة. بس فعلا اللبن ده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ربنا يزيد صحابه يا رب. اللبن قشطته تقيلة واللبن سمين وحلو جدا. فانا حطيت اللبن وكمان هحط عليه معلقتين كده من السمنة البلدي فوق على الوش، بيديله طعم حلو. فعلا الرز المعمر كان طعمه جميل جدا جدا يا بنات. هبدأ ان انا كده كمان انزل بحتة السمنة البلدي. وطبعا كلنا عارفين دلوقتي ان الفرن كان شغال على الفراخ، هدخل كمان جنبيه الرز المعمر. زي ما انا قلت لكم اكله سهله وبسيطه وما خدتش وقت لسبب ان الاكلتين دخلوا الفرن مره واحده. الرز المعمر اهو طلع، وكمان عملت السلطه هبدا ان انا اغرفها. كان المتوفر عندي عملته، يعني ما زنقتش نفسي. وطبعا كلنا عارفين ان الدنيا غاليه اليومين دول والقوطه غاليه والحاجه غاليه، فمشي ميزانيتك على قد اللي موجود في البيت. فكان عندي خيار وطماطم وفلفل وجزر. عملنا طبق سلطه حلو كده جنب الاكل. الرز المعمر طلع جميل وكان مفلفل وكان طعمه حلو جدا. وهطلع معاكم كمان الفراخ دلوقتي. الفراخ شكلها حلو جدا جدا، البابريكا مديالها لون حلو. وحطيت لها كمان معلقه من الصلصه مع الطماطم والبصل والفلفل والملح، الفلفل الاسود والملح والسبع بهارات. طالعه جميله. وحطيت كمان عليها مكعب مرقه فعلا مش مستويه وناشفه وطعمها حلو. وعصرت عليها ليمونتين كبار وحطيت عليها كمان معلقتين من الخل. فالاكل طالع جميل. وده كان روتيني معاكم النهارده. لو الروتين عجبكم ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك في القناه، وشوفوا الروتين اللي